لو حظك العسل خلاك تستشير صحابك وانت بتشتري جهاز كمبيوتر بتاعك الجديد ونظام بقى يا جماعه شوروا عليا ايه افضل، يا ترى ماك او اس ولا ويندوز، يبقى انت اللي جبته لنفسك، لانك دخلت الخناقه برجليك. ما ينوب المخلص الا ثواب كبير طبعا عشان تفضل الخناقه، بس للاسف في دي بالذات انت ولا هتعرف تفض الخناقه ولا هتعرف تخلص، لان ده ديبيت ازلي منذ بدء الخليقه. وطبعا الحلقه دي مش متوجهه لاخواتنا اللي بيمسكوا العصايه من النص، اللي بيشتري ماك بوك والتفاحه منوره في ظهر الجهاز والشياكه والاناقه كلها، وهوب تلمح كده بعينك تلاقيه مشغل ويندوز على الجهاز. ففي اللحظه دي بتحس انك انت بتتجلط والدمعه بتنزل من عينيك، اللي هو ليه يا اخي كده، ليه؟ بس مش عايزين نظلمه، يمكن عايز يشغل حاجه مش عارف يشغلها غير على الويندوز. وعلشان كده انا قررت اعمل لكم الحلقه دي علشان نشوف مزايا وعيوب كل نظام فيهم. بس قبل ما نبدا حابب اشكر كل واحد بيتفاعل معانا في القناه وبيدعمنا بلايك وبيكتب لنا مواضيع مقترحه للحلقات اللي جايه. ولو انت لسه جديد في القناه او صديق قديم للبرنامج بس لسه ما اشتركتش، فحابب اشجعك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الحلقات الجديده والحماسيه اللي احنا بنعملها. انا خالد جاد ويلا بينا. السلام عليكم. لما نيجي نختار نظام تشغيل ما بين ويندوز وماك لازم نعرف كويس جدا ايه المزايا والعيوب لكل واحد فيهم، لان بصراحة كل نظام فيه مزايا كتير جدا لكن فيه عيوب قاتلة. في الحلقة دي هقول لك على كل الفروقات اللي تهمك علشان تعرف تاخد قرار مظبوط. ونبدأ باليوزر انترفيس. هنلاقي ان الويندوز معروف بالكاستمايزيشن، فحرفيا تقدر تغير كل حاجة في اليوزر انترفيس الخاص بالويندوز، ابتداء من الثيمز لشكل الايكونز لحتى الانيميشن. ده غير طبعا الستارت منيو اللي تقدر تغير فيها اي حاجه انت عايزها، واللي بتعتبر الحاجه الايقونيه للويندوز اللي بتشغل منها كل حاجه موجوده على الجهاز. فنقدر نقول ان الويندوز مركز شويه ناحيه سهوله الاستخدام، وفعليا اي حد ما استخدمش الكمبيوتر قبل كده يقدر يتاقلم على الويندوز بشكل سريع ويقدر يستخدمه بشكل سلس بدون اي مشاكل. لكن من وجهه نظري الى حد ما الماك او اس مش يوزر فريندلي، بس ده ممكن يكون بسبب ان انا عشت طول حياتي بستخدم ويندوز ولسه بس مؤخرا بدات استخدم الماك. لكن من تجربتي الشخصيه انت بتحتاج تلف وتدور شويه على الحاجات اللي انت بتدور عليها جوه نظام التشغيل. بس بغض النظر عن الحته دي تحديدا فهو بيتميز بتصميم انيق جدا وبسيط، والكويك منيو اللي موجوده في الشاشه تحت بتسهل بشكل كبير جدا انك توصل للبرامج اللي انت بتستخدمها بشكل مستمر. لكن بجد اكتر حاجه عجباني انا شخصيا في تجربه استخدام الماك او اس هي الابلكيشن منيو اللي بتبقى موجوده فوق على الشمال، والمنيو دي بتتغير بشكل تلقائي على كل الابلكيشنز اللي انت بتشتغل عليها. فكل ما بتفتح ابلكيشن جديد بتلاقي المنيو دي اتغيرت علشان تطلع لك السيتنجز والاوبشنز الخاصه بالبرنامج اللي انت شغال عليه، وده بيكون من مكان واحد ثابت لكل البرامج. عظيمه الصراحه. بس علشان نكون حياديين شويه، تجربة الاستخدام بتختلف من شخص للتاني على حسب التعود وعدد سنين الاستخدام طبعا، وده طبعا بيتأثر بشكل أساسي بانتشار نظام التشغيل. فما نقدرش نقول إن في نظام تشغيل أسهل وأحسن من التاني في النقطة دي تحديدا، لكن الفروقات الحقيقية بتيجي في الأداء. والأداء مش بس السرعة لكن كمان استهلاك الطاقة والاستابيليتي بتاعت الاوبريتنج سيستم اللي احنا بنشتغل عليه. فهنلاقي ان الويندوز علشان يشتغل كويس بتلاقيه بيسحب عدد مش قليل من الرام والبروسيسور، وده نظام التشغيل بس لوحده. فلازم تكون مواصفات الهاردوير او الجهاز بتاعك عاليه علشان يتبقى لك حاجه تشغل عليها البرامج والالعاب. والموضوع ده تحديدا بيأثر بشكل كبير جدا في استهلاك الطاقه، وبيفرق قوي لو بتشتغل على اللابتوب، لانك بتلاقي طول الوقت الويندوز علشان يشتغل محتاج يشغل باك جراوند سيرفيسز وابلكيشنز تخص الويندوز نفسه، وبكده هيخلي في استهلاك عالي جدا للطاقه. فبتلاقي البطاريه بتاعه اللابتوب اللي شغال عليه ويندوز بتخلص بشكل اسرع بكتير جدا من اللابتوب اللي عليه ماك او اس. وده لان الماك او اس كاوبريتنج سيستم فهو خفيف جدا، فما بيستهلكش بروسيسنج باور ورامات زي الويندوز، وعلشان كده بتلاقيه موفر جدا في استهلاك الطاقه. وده ياخدنا لنقطه تانية وهو ثبات الاداء مع طول فتره التشغيل. اغلبنا طبعا بيواجه مشاكل عنيفه جدا مع الويندوز، وهي انك كل ما تسيب الجهاز شغال لفتره طويله كل ما بتلاقيه سرعته بتقل وممكن يوصل انه يهنج تماما، وما بيكونش عندك اي فرصه تانية غير انك تعمله ريستارت. وده بيكون بسبب ان كل الابلكيشنز اللي انت بتفتحها وتقفلها بعد ما تخلص بتفضل سايبه مجموعه من الداتا على الكاش فايل بتاع الويندوز. وطبعا ده بيبقى ليه ميزه ان الابلكيشنز والالعاب بتشتغل بشكل اسرع لما تيجي تفتحها مره تانية. طب ما الكلام ده جميل جدا،
امال ايه المشكله؟ المشكله ان الكاش ده بيفضل يتملي لحد ما يوصل للماكسيمم ليميت بتاعه، وبعد كده لما تيجي تفتح ابلكيشنز من جديد ما بيكونش في مكان علشان يعمل الكاش بتاعه، فبتلاقي الابلكيشن بقى بطيء والجهاز نفسه اوفر اول هو كمان بقى بطيء لحد ما تحن عليه وتعمل ريستارت فيرجع تاني زي الرهوان. لكن المشكله دي مش موجوده في الماك، لان كل ما بتفتح ابلكيشن وتقفله بيتخلص تماما من كل الملفات المتعلقه بالابلكيشن اللي انت فتحته، وبكده بيكون مستعد طول الوقت لاي ابلكيشن تاني انت عايز تفتحه، فبيفضل اداؤه ثابت طول فتره التشغيل. بس لو قلنا ان سرعه نظام التشغيل مهمه، فالاستابيليتي بتاعت النظام مهمه جدا، لان لو نظام التشغيل مش ستيبل ممكن يخليك تعيد شغلك وتضيع وقت ومجهود كبير جدا، ده فضلا عن انه ممكن يحطك في مواقف تخسرك فلوس، زي مثلا السادن كراش او البلو سكرين، الفريزنج والتهنيج بشكل عام، والايرورز اللي ملهاش منطق وملهاش حل. طبعا مش محتاج اوضح المشاكل دي كلها بتاعت انهي نظام. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. نقطة كمان وهي نقطة السكيورتي. هنلاقي الويندوز حدث ولا حرج، اي فلاشة او لينك من مصدر غير موثوق ممكن تدوس عليه ينزل لك فيروس ويبوظ لك الدنيا، وطبعا ده هيأثر على اداء الجهاز وممكن يشفر لك الداتا بتاعتك ويبوظ لك الدنيا على الاخر. فطبعا هتلاقي نفسك بتلجأ انك تنزل انتي فيروس، بس بعد طبعا ما الدنيا تكون راحت في داهية هتلاقي الانتي فيروس هوب مرة واحدة اخد قلم على وشه وركن على جنب، ويفضل الفيروس يلعبك ألاعيب محدش لعبها قبل كده لحد ما تقرر انك تفرمت الجهاز كله. القصه الحزينه دي بقى كلها ملهاش وجود على الماك، وده بيرجع جزئيا لانه مبني على الاركتكتشر بتاعه اليونكس، بالاضافه لبعض طبقات الحمايه اللي موجوده في النظام نفسه اللي بتخليه ببساطه ما بيدخلوش فيروس. بس ده طبعا ما يمنعش ان المستخدمين محتاجين يكونوا على درجه عاليه من الوعي بمخاطر السايبر اتاك، ومش اي اتاتشمنت تتبعت لهم على الميل يفتحوها واي لينك على موقع من غير معروف يدوسوا عليه. وبالمناسبه لو عايزين نعمل لكم حلقه عن التريكات المهمه اللي لازم تبقى فاهمها كويس علشان تحمي نفسك من مخاطر الفيروسز والسايبر اتاك، اكتبوها لي في التعليقات. لما نيجي بقى نتكلم على التطبيقات المتاحه لكل نظام فيهم، طبعا كل نظام فيهم بيدعم عدد كبير جدا من الابلكيشنز اللي ممكن تنزلها، بس الصراحه في النقطه دي الويندوز يكسب وبجداره، لان تقريبا كل مطورين البرامج بيكون الاهتمام الرئيسي بتاعهم ان الابلكيشن اللي بيعملوه يكون كومباتبل مع الويندوز، وده طبعا بسبب وجيه جدا وهو الماركت شير الكبير جدا لعدد مستخدمين الويندوز. في ابريل 2024 كان عدد مستخدمين الويندوز بيمثلوا 72% من توتال الماركت، وده طبعا بالمقارنه بعدد مستخدمين الماك اللي كان وصل ل 14% بس. ودي حاجه تجبر كل المطورين انهم يهتموا بالقاعده العريضه لمستخدمين الويندوز، وبعد كده لو اتبقى عندهم وقت يعملوا بقيه الانظمه. وعشان كده في برامج مشهوره جدا جدا ملهاش نسخ كومباتبل مع الماك او اس زي 3 دي ماكس، لكن بتلاقي ليه بدايل، لكن للاسف بقى بتبقى على حسب هل ليه بدايل قويه او بدايل ضعيفه. بس لما نيجي بقى نتكلم على الجيمز والانترتينمنت، ف 99% من الالعاب الكمبيوتر بتشتغل بس على الويندوز. ويوم ما شركه يوبي سوفت قررت تنزل لعبه اساسنز كريد على الماك، ابل عملت لها فرح في مؤتمر المطورين الشهر اللي فات. لكن مش بس المطورين الطيبين هم اللي بيهتموا بالويندوز عشان قاعده المستخدمين العريضه، لكن في مطورين اشرار مهتمين برضو بنفس المستخدمين، لكن ما شاء الله اهتمام من القلب. ويمكن قاعده المستخدمين العريضه دي من اهم الاسباب اللي مخليه الويندوز عرضه اكتر للسايبر اتاكس عن الماك او اس. ونيجي بقى لاخر نقطه معانا وهي الايكو سيستم. لما نيجي نتكلم على الايكو سيستم لازم يجي في دماغنا الايكو سيستم بتاع ابل، وقد ايه هم متميزين جدا انهم يخلقوا تجربه سلسه مع استخدام الاجهزه بتاعتهم كلها لما تربطها مع بعض بالاي كلاود. فالموضوع ده حرفيا بيخلي كل قطعه وكل جهاز موجود في الايكو سيستم ده عباره عن آلة موسيقيه في فرقه اوركسترا. بس الحاجه الوحيده اللي تعيب الموضوع ده انك لو غرست مش هتعرف تطلع، وفي نفس الوقت هتلاقي اسعار الاجهزه غاليه ومش في المتناول، وده طبعا اللي بيفسر ال 14% الماركت شير لمستخدمين الماك. والماك او اس ما يختلفش كتير خالص عن بقيه المجموعه لانه ما بيشتغلش غير على اجهزه ابل. على الناحيه الثانيه الويندوز حرفيا بيشتغل على كل الاجهزه حتى اجهزه ابل، فما عندناش اي ليميتيشن يكون الهاردوير من شركه معينه او مصنع معين عشان الويندوز يشتغل، لكن ممكن نشغله على جهاز بمواصفات اقتصاديه او جهاز بمواصفات بريميوم، وكله على حسب الميزانيه اللي انت محددها، وده اللي بيخليه الاختيار الاول لمعظم المستخدمين والشركات الكبيره. وبالنسبه للايكو سيستم فهو بيدعم رينج واسع جدا جدا من الاكسسوارز والاجهزه المختلفه. ونيجي بقى لاهم جزء في حلقتنا النهارده، وهو امتى اشتغل على ماك وامتى قرر اشتغل على ويندوز. طبعا الاختيار ده بيختلف ما بين شخص للتاني على حسب احتياجاته وعلى حسب الميزانيه اللي هو محددها، لكن بغض النظر عن الميزانيه تشتغل على ماك لو الاستابيليتي للجهاز مهمه وكريتيكال جدا جدا بالنسبه لك. فمثلا
مثلا لو انت شغال في مجال الايفنت مانجمنت وبتحتاج جهاز تعرض عليه مالتي ميديا على السكرينز بتاعه الايفنت او تشغله از فيديو ميكسر والايفنت كله قايم على الجهاز ده، فطبعا انصحك وبدون تفكير تشتري ماك بوك وانت مغمض. وبرده لو انت شغال في مجال الديزاينز والفيديو اديتنج او الكرييتيف كونتنت بشكل عام، فعايز اكد لك ان في فرق خرافي ما بين الماك واي جهاز تاني في سرعه الريندرنج والاستجابه على التايم لاين. لكن لو هتستخدم الجهاز في شغل الكوربريتس وتشغل عليه تطبيقات الشركه او المايكروسوفت ابلكيشنز بشكل عام زي المايكروسوفت اوفيس والمايكروسوفت داينامكس، او هتشتري الجهاز عشان تلعب عليه جيمز، ففي الحاله دي ويندوز ثم ويندوز ثم ويندوز. وبس كده، ده كان كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. وما تنساش تكتب لنا في التعليقات لو عندك اي استفسارات او اسئله عايزنا نجاوبك عليها. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.